هزيمة الاهلي من فلومينسي البرازيلي هم يبكي وهم يضحك بفضيحة تحكيمية. هم السعوديين مش هيعدوها استحالة. لو دي ضربة جزاء انا عايز افهم، يعني حكام العالم كلها عمر ما حكم هيقول دي ضربة جزاء الا الحكم ابو دماغ عافية. ده باين انه مرتشي، الراجل باين انه مرتشي. هل بيرسي تاو لمس مارسيلو؟ يا عم ده ضربة شمس، دي مش ضربة جزاء، دي مش ضربة جزاء. عمر الاهلي بعد العلقة اللي اداها للاتحاد ما هيوصل للنهائي. هم شايفين شغلهم. الحكم يعني اللعيبة بتقول له روح للفار، الراجل رافض زي ما يكون صدق من اول المباراة. كعان من لعيبة فلومينسي، دوس على الرجل ضرب، الراجل بيعمل مش شايف، بيعمل ما بيحطش ايده في جيبه، رافض. هو خلاص نازل عارف المأمورية. الشغلانة النهارده مصطاد لعيبة الاهلي. اي لمسة للعيب فلومينسي ده بتتحسب، بيصفر من قبل اللعيب ما يشترك معاه، بيحط ايده، بيحط الصفاره في بقه قبل ما لعيب الاهلي يخش على لعيب فلومينسي. فما تستغربوش يا جماعه، ما تستغربوش، كله كان عارف ان ده هيحصل. الراجل ده حكم ماتشات كاس عالم، بيحكم نهائيات منتخبات كاس عالم، استحاله يحسب دي ضربه جزاء. ده حتى لو يعني الملعب كله لعيبه الاهلي ملموم عليه، انا لو انا حكم دولي وحكم كبير غصب عني هروح اشوفها في الفار. حتى لو بتاع الفار قال لي لا، لازم اقتنع اقتناع تام انها ضربه جزاء. ما اديش اي قرار. انا راجل صفارتي النهارده بفلوس، حكم دولي بحكم في كل المحافل العالميه، انما هم مش السعوديين مش هيعدوها. هم اشتروا العالم كله بفلوسهم، خربوا الكوره في العالم كله، العالم كله بيشتكي منهم، جوارديولا غيران منهم، كلوب غيران، كل العالم غيران منكم. انتوا مش فالحين الا في الكلام وفي دفع الفلوس. هو ده تمامكم، ده تمامكم بعد العلقه. الاهلي ادى للاتحاد، معروف ان الاهلي مش هيصعد، استحاله ان الاهلي يروح النهائي. لازم يشوفوا شغلهم، وش طالعين شمتانين. وراجل اعلامي سعودي طالع يقول لك ضربه جزاء واضحه وصحيح. واضحه ايه يا عم؟ الله يبتليك بنسيبه. واضحه ايه؟ دي ضربه جزاء. اركن كل ده على جنب، خلينا نتكلم في مجريات فنيه. لعيبه الاهلي السبب في كل اللي حصل. ولا 15 16 جول لما تبقى شايط 22 كوره على المرمى، فيهم 8 فرص محققه الاهداف وما تجيبوش جون. كان في دلع. والراجل اللي اسمه بيرسي تاو ده راح بكورتين 3 وواحده بالدماغ، وكهربا مش موفق. الوحيد اللي ما يستحقش الخساره هو حسين الشحات ومارسيل كولر ومحمد الشناوي. الثلاثه حقيقي ما يستحقوش الخساره، ما يستحقوش ان الاهلي يخسر. انما النهارده حسين الشحات عمل كل حاجه في الكوره انها تجيب اجوان، شوط وشاط بالعرض، وعمل تعرضيات ورفعها. مفيش يا جماعه. هو النهارده لعيبه الاهلي من كميه الدلع بتاع ماتش الاتحاد، وده اللي بيحصل دايما للاعب المصري لما بيكسب فرقه وبيتعمل زيطه، بتنزل تلاقي خيبته على الحيطه الماتش اللي بعده. ايه اللي جرى لك يا ابني؟ ايه اللي حصل لك؟ ما تفهمش. في كوره لكهربا جوه ال6 يارده بالدماغ، بيحطها في نص الجون، بيحطها في نص الجون. دي لو استلمها على صدره، لو مسك الكوره ونام هتخش لوحدها. فالاهلي ما كانش موفق هجوميا، والكلام ده انا قايله لك من فتره. الاهلي محتاج خط هجوم كامل متكامل. النهارده لما كهربا بيبقى وحش او مش موفق وما عرفتش تجيب جون، فما بتجيبش. بتيجي تبص على الدكه، بتنزل طاهر تلعبه مهاجم، بتدخل صلاح محسن مهاجم، ما باليد حيله، ما بيغيروش نتيجه ماتش. بتلعب كريم فؤاد وينج. فالاهلي النهارده محتاج خط هجوم كامل. واوعى تشيل كولر الليله. الراجل وصلك ب 22 كوره على المرمى، هتعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ الذنب فيه؟ هينزل هو يحط الجون، هو وسامي قمصاني يغيروا وينزلوا يلعبهم؟ فاستحاله. الاهلي لو معاه مهاجم قوي كان غلب الفرقه دي 4 ولا 5. ده اسهل من الاتحاد ولا زي بتوع الاتحاد. والمصحف فرقه عوله كلهم 36 سنه، ما عندهمش الا اللاعب اللي شاط ضربه الجزاء اديلسون اللي عنده 22 سنه، هو اللي كان بيجاري لعيبه الاهلي بدنيا. غير كده فرقه عيانه يا قلبي، عيانه، تنغلب سهل. اقرب فرصه للاهلي كان راح النهائي هي الفرصه دي، لان السنين اللي جايه كلها 32 فريق وبطل اوروبا اللي هيوصل للنهائي على طول، فالموضوع هيبقى صعب شويه. دي كانت اقرب نسخه للاهلي في كاس العالم للانديه انه يوصل النهائي. ضيعوا تاريخ
بالاهداف اللي هم فرطوا فيها. لعيبه الاهلي فرطت انها تلعب ماتش قدام مانشستر سيتي هيبقى عالمي. كان ماتش هيبقى عالمي، الفرقه دي هتنغلب من السيتي 8 ولا 9. نتقابل بعد ماتش فلومينسي والسيتي، ما يستحقوش يوصلوا نهائي. فرقه فلومينسي دي اقسم لك وعزه جلاله الله ما يستحقوا يوصلوا نهائي. ضربه جزاء من وحي الخيال بيديهم الماتش على طبق من دهب، فتح لهم الماتش خلاص. انت بعد ما كنت مأمن وانت سايب لهم الكوره وبتعمل هجمات مرتد، ده لعيبه الاهلي كل شويه 3 على 1 و3 على 2، الراجل بيفتح لهم الماتش بكره ضربه جزاء غريبه غريبه الشكل. مفيش حكم في العالم والله العظيم يحسبها الا الراجل ده، عشان هو فعلا مرتشي. وهفضل اقول على مارتشينياك ده مرتشي. اي حد بيروح السعوديه خلاص انتهى الكلام، ما فيهاش، هيعمل اللي في دماغه. هم بص اشتروا العالم واللي نفخ الكوره ومبنى الاتحاد الدولي. يا عم ده بلاتر كل يوم نايم في حضنهم. الموضوع انتهى يا جماعه، الكوره باظت في العالم كله، كل الناس بتشتكي منهم، مفيش جديد هيقدموه. اللي عايزينه بيعملوه، كاس عالم وعايزين يستضيفوه، ملاعب وعملوها، لعيبه بمليارات وبيجيبوها وما عندهمش اهداف ولا طموح. فده اللي خسر الاهلي النهارده. وانا هفضل اصمم على الكلام ده. كله طالع يتكلم في فنيات يا جماعه، ما الراجل فتح لهم الماتش. الحكم بيفتح لفرقه فلومينسي الماتش، بيديهم ضربه جزاء غريبه الشكل، ما تتحسبش والله، ما تتحسب في ماتش خماسي يا اخي. يعني انتوا مش مصدقين؟ طب انا عايز اي حكم عالمي لو طلع قال في اي استوديو تحليلي ولا في اي تصريح ان دي ضربه جزاء غير السعوديين، ابقى انا ما بفهمش كوره، مش هظهر، مش هتشوفوني. لو الحلقه عجبتكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب. احلى ناس في الدنيا حبايب قلبي.